هل في سن معين للدراسة واللي فوق ال30 ينفع؟ ينفع كل حاجة لغاية تقريبا 70 80 سنة. طول عمرك أي وقت أنت حابب تدرس فيه تقدر تخش وتدرس. عاوز تخش الجامعة تحت أي ظرف تقدر تعمل سنة تحضيرية وتخش تحت أي سن، ما عندكش مشكلة خالص. هو بس الأهم حاجة إن أنت تكون مؤهل للجامعة دي. وهو المطلوب مثلا بالنسبة لنا احنا كمصريين يعني كعرب مطلوب بس الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية أو الثانوية الفندقية أو أي ثانوي. خلاص أنت مخلص الثانوي. لو خلصت الثانوي تقدر تخش أي جامعة في ألمانيا مهما كانت، كلية طب، كلية علوم، كلية طب أسنان، كلية هندسة، حاسبات معلومات، ما فيهاش مشاكل خالص. المشكلة بس إن أنت تكون معاك ثانوية عامة بمجموع قد إيه. الافضل يكون فوق 60%. يعني معنى كده اللي جايب 50% مش هيخش، لا اللي جايب 50% هيخش. بس الجامعات مثلا لو في 100 جامعة هتقبلوا مثلا حوالي 40 جامعة، 60 مش هيقبلوه. لكن لو معاك فوق ال 60% تقريبا 90% من الجامعات هتقبلك. فانت مجرد بس ان معاك ثانوية عامة. مفيش حاجة اسمها كليات القمة هنا في ألمانيا، ومفيش الكلام ده خالص، مش موجود. أي حد يقدر يدرس تحت أي ظرف تحت أي سن. الموضوع بس مطلق يعني متروك لطاقتك، وهل انت تقدر ولا ما تقدرش، هل انت عاوز ولا مش عاوز. لكن اي حد في المانيا يقدر يعمل اي حاجه زي ما هو عاوز، بالذات الدراسه، وبالعكس يشجعوك عليها ويدوك فلوس كمان.